السؤال اللي محيرني يعني الجرحى مال 2014 طعم تعويض، لكن الجرحى قبل 2014 ما لهم تعويض. شنو الفرق مثلا دفتي؟ هذا مقاتل ارهاب وهذا مقاتل ارهاب، داعش ارهاب واللي تنظيم القاعده كان هم ارهاب نفس الشيء. زين هذا ليش له حقوق وهذا ما له حقوق؟ يعني اللي قاتل قبل 2014 ما له حق، جريح لحد هذه السنين، يعني صار له عشرات السنين هو جريح في البيت، يعني شنو؟ وين الغايه؟ لا قطعه ارض، لا منحى. زين المدني اللي يتضرر من الارهاب انطيتوا كل واحد 30 مليون و80 مليون وسلف سويتوا لهم، زين هذا جندي ليش ما تنطيه؟ هذا هو اللي يدافع عن البلد، هذا هو اللي يحمي البلد، هذا هو العين الساهره للبلد. انا اعطي المدني وما اعطي جندي، شلون يصير هذا الحكي؟ هذا اللي قاتل داعش انطيه والله، واللي يقاتل تنظيم القاعده ما انطيه. شنو الفرق مثلا؟ فهموني اياه. يعني يا دوله رئيس الوزراء، يا قائد قوات الجيش، يا امر لواء ما اعرف ايش، هاي يا محافظ الديوانيه مثلا، ليش ما تداعب ابناء محافظتك؟ ليش ما تداعون بهاي الشريحه المتضرره؟ يعني ناس معوقه، ناس مبتوره اعضاء عندها، ناس متضرره الى حد بعيد وصالها عشرات السنين تعاني، ليش ما تعوضوها؟ ليش ما تعطوا قطع اراضي لاطفالها؟ ليش نصهم قاعدين ايجار مثلا؟ زين ما قاعد ايجار، الله ستر من طابيت، يعني يا اخي عوضه شويه، خلته شد له طرف صناعي، انت ما منطي علاج اصلا ولا منطي، لا صار في اطراف صناعيه. يعني اللي قاتل 2014 صرفت له، والمدني اللي بالشارع صرفت له، الجندي اللي قاتل قبل 2014 ما صرف له. شنو الفرق مثلا؟ وين الغايه؟ هذه مناشده اتمنى توصل الى دوله رئيس الوزراء، محافظ الديوانيه، البرلمانيين النائبين عن محافظه الديوانيه، اتمنى يوصل هذا الصوت وتسوون لنا صيغه حل هاي الناس. هاي امانه برقابكم هم وعوائلهم. اليوم حقيقه نرحب بالضيوف الكرام وهم رابطه جرحى الجيش العراقي البطل الباسل. وحقيقة اليوم نقف أمام قضية إنسانية ووطنية لا يجوز السكوت عنها. قضية الجرحى من أبناء الجيش العراقي الباسل، أولئك الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم من أجل أمن الوطن وسلامة شعبه، فحملوا السلاح دفاعاً عن العرض والأرض، ولم يترددوا في مواجهة الموت ليبقى العراق شامخاً. لكن من المؤسف إن هؤلاء الأبطال وبعد أن أدوا واجبهم الوطني بأعلى مراتب الشرف وجدوا أنفسهم في طي النسيان، محرومين من أبسط حقوقهم المشروعة من العلاج والرعاية الصحية إلى التقدير المعنوي والتعويض المادي، وكأن تضحياتهم لم تكن سوى صفحة طويت بعد انتهاء المعركة. إن تغييب حقوق جرحى الجيش ليس فقط تقصيراً قانونياً، بل هو خيانة أخلاقية وقيمية. لا